بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. حكايه النهارده مع قديس عظيم وبطل قوي وكلنا بنحبه وبنشفع بيه كتير لانه بطل قوي في الايمان وقوي في توبته. هو قديسنا العظيم القديس الانبا موسى الاسود، وهو انسان كان قوي البنيان، وكانوا بيقولوا ان هو من قبيله من قبائل البربر لسمار وجهه وهيبته وقامته العريضه الطويله اللي كان بتساعده في اعمال للاسف كان كلها شر، وكان دايما بينتصر بسبب قوه بنيان جسمه. وعن ميلاده بيقولوا ان هو اتولد 330 او 340 ميلاديا، وان هو كان عبد من بيشتغل عند رئيس بيعبد الشمس، لكنه من فرط شره طرده سيده من عنده من كتر ما بيعمل شرور كتير وبيعمل اذى كتير مع كل الجواري وكل العبيد اللي عنده من ضرب وتعب واهانة، وكان دايما دائم المشاكل عنده، وكان بيساهم في اعمال النهب والسلب، وكان دوت بسبب قوة بنيان جسمه، وكان بيقتل وكان بيسبي القبائل وكان بيعمل حاجات كتيرة كتيرة قوي شريرة. حتى ان في ما هو ماشي ولقى ان في اتنين بيتخانقوا في الصحراء على رياسة الصحراء دي، انتصر على واحد فيهم فالتاني خلاه رئيس للقبيلة دي، ومن هنا ابتدى يكون رئيس في الصحراء، بيسطو على القافلات وبيسبي النساء وبيسرق قوافلهم وبياخدهم ليه، ويفضل يشرب ويعمل اعمال مش كويسة ابدا. ومع كل افعاله دي لكن كان دايما يقف يصلي للشمس كاله حقيقي ويناجيها ويركع قدامها ويكلمها عن كل اللي هو مر بيه. وفي مرة من مرات وهو بيسبي القافلات سبى منهم رهبان وناس بتحب ربنا يسوع وبتكلموا عليه، فكلموه عن ربنا وان هو الاله الحقيقي وانه يقدر يقف يكلمه ويقول له على كل اللي يخصه، لان ربنا بيغفر الخطايا وبيقف دايما اله عادل وبينسلنا كل الالام وكل الاحزان وكل الخطايا، وبيقف بيبدأ معانا دايما من جديد بداية بيضة صافية خالص. فتعجب كتير من قالوه ده وقال لهم ازاي ده اما انا مش شايفه. قال له انت تروح برية شهيد وهناك اسأل عن الاله الحقيقي، وهناك هتدور وهتلاقي ان هو ده الاله الحقيقي. وكان بيمشي في الصحراء ويسأل كل من يقابله عن برية شهيد وازاي يوصلها، وكان دايما بيدلوه، وكان بيبقى ماشي حاسس انه فرحان ان رايح يقابل الاله الحقيقي ده. لكنه هو ماشي كان حامل سيف وقابل بيه الانبا زيزوروس وكلمه وخاطبه انه يعرفه الاله الحقيقي مين. ولان الانبا زيزوروس كان انسان بيحب ربنا جدا، لكن لما شاف الانبا موسى جاي عليه بجسمه الضخم والسلاح في جنبه ارتعب جدا وقال هو جاي ليه، وقعد يسأل هو في ايه. فقال له يا اخي انت عايز مين هنا؟ فقال له ان انا سمعت انك بتعبده هنا الاله الحقيقي الصالح، فعايزه انا كمان اعرفه. وكان بيطلب ده بالحاح وخشوع قوي جدا امامه. ولكني عملت شرور كتيرة جدا وتعبت ناس كتيرة جدا ووقفت ضد الخير مع ناس كتيرة جدا، فهل هيقدر يقبلني؟ فقعد فعلا مع الانبا ايزوزوريس واعترف له بكل خطاياه، كل صغيره وكبيره، كل الشرور اللي عملها ايام ما كان مع سيده وبره سيده لما كان رئيس العصابه في الصحراء، وكان بيسبي القبائل وبيقتل ناس كتير اطفال وكبار وشيوخ، ومكانش عابر من الدنيا غير انه حاسس انه قوي ويقدر على ان يعمل كل حاجه بسبب قوه بنيان جسمه، وكان دايما مش يهمه اي حد، لغاية لما قابل الرهبان اللي قالوا له انك تروح برية شهيد وتعترف هناك، لان ساعتها هتعرف الاله الحقيقي مين هو وهيريح قلبك وهيريح نفسيتك وهتكون انت ساعتها مبسوط. وكان شروره دي ما بتخلوش ينام بالليل، وبيحس انها شبح جاي بيقتله ويعذب من روحه، فكان محتاج ان يعرف مين هو الاله الحقيقي. وفعلا الانبا الزورس ابتدى ياخد اعترافاته ويعلمه مين هو الاله الحقيقي لغايه لما بقى كويس، وابتدى ينول سر المعموديه، ويشوف ان هو لما بيعترف قدام الاباء الكهنه في المجمع ان الملاك بيجي وبيمسح من اللوح بتاعه خطاياه وبيبقى ابيض، وفعلا ابتدى يبقى ابيض خالص،
وحتى بعد العماد لبس طونية بيضة دليل على صفاء قلبه نيته اللي بقت متغيرة من الوحش للحلو، لان دايما ربنا بيغير للافضل، ودايما احنا معاه من اول السنة الاخيرة. هو دايما بيرعانا، وهو كان دايما تحت رعايتهم، فرحان جدا بتوجيههم واعترافهم وصلاته من اجله يستمر انه يكون انسان كويس. وبعد مدة طلب الأنبا موسى من الأنبا إيزيزوروس إن يكون راهب معاهم، وهيكون إنسان مخلص، وكل الإرشادات والحاجات اللي هو نفسه فيها هيتعلمها على إيديه برضه، ويكون تحت رعايته. وقعد يقوله إن في متاعب كتير في الرهبنة. الأنبا إيزيزوروس قعد يقوله كده، وان انت هتتعب كتير، لان احنا لما بنيجي نبص ناحية الغرب بنلاقي الشياطين بتحارب، ونبص ناحية الشرق نلاقي الملايكة بتحارب، فاحنا نقف دايما ناحية الشرق ونصلي، وربنا هو دايما يتمجد معانا. ولما الانبا إيزيزوروس لقى نيته الصادقة في انه يكون راهب، وداه الانبا مقاريوس كبير البرية عشان يعترف على ايديه ويوجهه توجيه صحيح. وفي يوم من الايام جه اب راهب واتفق معاهم انه هيحطه في اختبار قوي ويشوف قوة احتماله قد ايه. ففعلا دخلوا كل الرهبان وسلموا على الاب الراهب اللي دخل. لكن لما دخل الانبا موسى قال له: انت داخل هنا ليه يا اسود اللون؟ انت مش عارف ان مكانك مش هنا؟ انت المفروض مكانك بعيد عن الاخوة الرهبان دول. قال له: فعلا انا يا ابي مش مكاني هنا، لاني عملت شرور كتير، وما ينفعش اكون في مجلس انت فيه. انا ضعيف وانت قوي قدام ربنا، وانا كل ذنوب وخطايا. وركع قدامه وسابه ومشي. فناداله وهو بيبتسم قال له: يا انبا موسى، انت نجحت في الامتحان اللي انا حطيته لك، لانك قوي من جوه ومن بره، وبقيت ابيض من جوه ومن بره. صحيح كده انت تستحق انك تكون راهب، وتكون ليك اولاد في الرهبنه يصلوا معاك ويكملوا معاك جهادك. لكن للأسف دايما كان عدو الخير بيحاربه ويفكروا بالشرور اللي فاتت والخطايا كلها اللي عملها أيام شبابه. وكان دايما يرجع تاني الأنبا إيزيزوروس ويصلي معاه ويقول له: يا ابني، كل ما تعصرك حاجة صلي ربنا وربنا هيتمجد معاك. وفضل الأنبا موسى يجاهد في حياته، حتى إنه كان بيساعد الرهبان ويملي لهم الزير والألالي بتاعتهم، وكان مطيع جدا وبيحب انه يخدمهم حتى لو كان على حساب نفسه من غير اكل ولا شرب. ففي مرة من المرات لقوه واقع جنب البير بتاع المية ومغمى عليه، فجابوه الرهبان الانبا إيزيزوروس، وفضل هو واقف على رعايته ويمرضه ويأكله ويشربه من البلح والمية طول الوقت، لغاية لما قام معافى تاني، وابتدى يعوده على انه لازم ياكل ولو حاجات بسيطة عشان يقدر يقاوم الخدمة، وربنا دايما هيباركه ويزيده. وفي يوم مر عليه 4 لصوص من اللي كانوا معاه في الصحراء انه يسرقوا الدير، فهو شافهم فربطهم وخدهم للرهبان، وقال لهم امام الرهبان: اعمل فيهم ايه عشان انا بطلت افعل الشر؟ انتوا احكموا عليهم، واللي انتوا عايزينه اعملوه فيهم. قال له: احكم انت عليهم وشوف هتعمل معاهم ايه. فكان منه ان الانبا موسى خدهم وفك اربطاتهم وعزمهم على الاكل ورعاهم، وحس ان هو اختلف خالص معاهم عما كان معاهم في الصحراء رئيس العصابة. اكلهم وشربهم، فحسوا بالتواضع الكبير اللي بقى هو فيه، فجم ماشيين فتراجعوا، وبسبب الخير عملوا فيهم صمموا انه يكونوا رهبان كمان معاه. فالرهبان اتبسطوا جدا من التعامل الكويس اللي عمله الانبا موسى مع اللصوص دول، وحسوا ان هو بقى راهب حقيقي وانسان بيحب ربنا من كل قلب. وبعد فترة رسم الانبا موسى قس وبقى اب الاباء، وكانت الرهبان بيحبوا جدا، حتى ان صيته ذاع في الدنيا كلها، وكانت الناس بتيجي تسأل عليه بالاسم. وكان دايما يقول: يا ريتني اكون ابيض من جوه زي ما انا ابيض من بره. وفي يوم جه حاكم بيسأل عليه عشان يعرف فضايله، فقابله في الصحراء وقال له: انت بتسأل عليه ليه؟ ده راجل غير مستقيم وما بيعملش الخير. فتعجب الحاكم من كلام الراجل ده، وراح سأل على الرهبان وقال له: فين الانبا موسى؟ ده احنا قابلنا واحد اسمر وقال لنا ان هو غير مستقيم وما بيعملش الخير. ولما وصفوا له الراهب ده شكله ايه، فقالوا له: هو ده الانبا موسى، لكن بينفي الفضايل عن نفسه دايما.
وبعد فترة ربنا اداله موهبة المعجزات وشفاء الأمراض وإخراج الشياطين لأنه كان متواضع جدا. وفي يوم تاني الرهبان اجتمعوا عشان يحاكموا راهب معاهم، كان من الأنبا موسى إنه رفض مرة واتنين وتلاتة، وفي المرة التالتة لما راح قعد يملى من التراب كتير ويحطه في الشوال عشان يرفعه ويروح بيه. فاستغرب الراهب اللي راح يناديله هو بيعمل ليه كده. ففعلا لقوا الأنبا موسى ماشي ورافع الشوال المخروم وعمال يخر منه التراب. فراح لغاية عندهم وهم مستعجبين ايه اللي هو شايله ده. فالراهب الكبير سأله ايه اللي انت شايله ده يا أنبا موسى؟ فقال له ازاي احاكم اخويا الراهب وانا الخطايا لسه بتجري وتمشي ورايا، وجاي النهارده احاكم واحد على خطاياه؟ فكان اولى ابص لخطاياي انا كمان. فضحكوا واستعجبوا من تواضعه الشديد ده، وقال بسبب الأنبا موسى مش هيبقى فيه محاكمات تاني للرهبان، لكن هو يعمل مطانيات ويصلي قدام الله، وربنا دايما يقبل الخطاة، ورب السما دايما بتفرح بخاطي واحد يتوب. وفي يوم وهو قاعد مع الرهبان بعد ما كبر في السن، جه البربر وكانوا بيقتلوا في كل الرهبان، لكنه ما قدرش يقوم لانه كان بيقول زي ما انا قتلت بالسيف انا كمان هقتل بالسيف. وابتدى يقول للرهبان اللي عايز يهرب يهرب لان هم جايين. فالرهبان قال له يا ابتي انت كمان مش هتهرب معانا؟ قال لهم لا انا مش ههرب، لان زي ما انا عملت هيتعمل فيا، عشان يتنفذ فيا قول السيد المسيح من يؤخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. فكنت انا مستنيهم عشان اقلل الاكليل الشهاده على ايديهم. والرهبان السبعة اللي معاه رفضوا انهم يمشوا ويسيبوه، قالوا احنا كمان هنبقى معاك يا ابتي نستشهد معاك. فضموا بعضهم على بعض واستشهدوا فعلا ونالوا اكليل الشهاده. وبكده كمل الأنبا موسى جهاده واستشهد في 24 باونة سنة 408 ميلاديا، وكان في سن ال75 سنة. وطبعا نال 3 أكاليل، الأول لحبه لربنا ونسكه الشديد، والتاني للرهبنة والكهنوت، والتالت لأجل الشهادة وسفك الدم. وهو أول شهيد يدفن ويتحط في مقصورة واحدة مع الأنبا إيزوروس. بركة صلواتهم تكون معاكم ومعانا أمين. بركة صلوات الأنبا موسى تحفظكم وتحفظ بيوتكم وعملكم. وما تنسوش تشتركوا معايا في قناة نور القديسين يفرح. ربنا دايما يفرح قلبكم بكل غالي، وبشفاعة الأنبا موسى دايما فرحانين ومبسوطين، وصلاته وشفاعته تكون معاكم ومعانا أمين يا رب. واحب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الانبا موسى وهو بكره والنهارده العشيه. كل سنه وانتم طيبين، واذكرونا دايما في صلواتكم، وصلوات الانبا موسى تشملنا وتشملكم يا رب امين.